النهاردة فيلمنا مميز عن كل اللي فات، وده لأنه بيحكي قصة مؤثرة جدا. ومن هنا بتبدأ أحداث فيلمنا، والفيلم بيبدأ مع زادي وشيلي وهما الاتنين بيبقوا صحاب. وبتصحى شيلي وترد على صاحبتها زادي وبتقول لها إنها ورت الفيديو لحد وشكلهم اتكشفوا. طبعا ما بنفهمش أي حاجة من اللي بيتقال. وبعدها بتقفل زادي التليفون وبتوصل لبيتها، واللي بيحصل إنها بتتفاجئ بوجود واحدة ما تعرفهاش. ولما بتقرب منها الحاجة دي بتبدأ تجري على الباب، ولكن ما بتلحقش تطلع، وبيظهر لها واحد ويقول لها ان دخول الحمام مش زي خروجه، وبيبدا يديها حقنه منومه وبتنام زادي على طول. وبنشوف بعدها الشيلي وهي بتسيب رساله مسجله، والرساله دي بتبقى لصاحبهم دوم، وده يبقى كان معاهم في الفيديو اللي اتكلمنا عليه. وبتبدا تخبي شيلي تليفونها في مكان سري خاص بيها، وبتنزل علشان تطمن على صاحبتها زادي. ولكننا بنشوف راجل غريب الاطوار بيبقى ماشي ورا شيلي وما بيبقاش محترم شيبته. وبتتوتر ساعتها شيلي لما تشوف المنحرف ده، وساعتها بتخبط في 2 ضباط شرطة، ولما شنطتها بتقع على الأرض بيقع منها كيس ملح صغير كده، اللي هو من أبو 2 جنيه ده. لكن الشرطة بتكتشف إنها مخدرات، وساعتها بتحرجنا شيلي بتصرفاتها. وبتبدأ طبعا الشرطة تاخدها فورا. وبنشوف الناحية التانية راجل اسمه فينسنت، وبنشوفه هو بيتكلم في ودان زادي وبتبدأ تنتحر وتقتل نفسها. بعدها نروح للشيلي جوه مكان وبنشوف واحد تاني وبيبقى اسمه إيريك، وبنعرف إنهم في مصحة لعلاج الإدمان. ونشوف اللي بيحصل بعدها وبيتعرفوا على بعض، وبيبقى موجود هناك راجل طيب كده بيعمل دايرة وبيجمع فيها كل الناس، وبيبدأ يسألهم شوية أسئلة. وقتها الدايرة بتبدأ تضيق على شيلي وإيريك بس، وبيقعوا في حب بعض من أول نظرة. ونشوف الولية اللي كانت مع الراجل اللي بيوشوش الناس ده وهي راكبة عربية مع أم شيلي، وبنعرف ساعتها إنهم رايحين يشوفوا شيلي في المصحة. وبنشوف إيريك بعدها هو بيروق الأوضة بتاعته، وتدخل له بعدها شيلي وتتكلم معاه، وساعتها بينادوا عليها في الإذاعة المدرسية عشان تحية العلم. ولكن بتقول شيلي لإيريك يشوف مين اللي جاي لها زيارة، وبيقول لها إيريك إن شكلهم محامين بالنسبة له. ولما بتطلع بتشوف أمها والعقربة التانية، ساعتها بيبدأ إيريك وشيلي يفكوا الأساور ويهربوا من المكان. وبدون دخول في تفاصيل كتير بتدور بينهم قصة حب شفتها في 5 دقايق بس والله. وبنشوف الشرطة وهي بتطلع جثة صاحبة شيلي اللي شفناها في الأول، فاكرينها؟ وبتتكلم العقربة دي مع الراجل اللي بيوشوش الناس وبتقول له إنهم لقوا جثة زادي صاحبة شيلي، ويقول لها ها 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 ده أنا فكرت إن مش هيتبقى أي حاجة من جثتها، والله الراجل ده دمه خفيف قوي. المهم يعني بيقول للعقربة دي إن الفيديو لو انتشر هيروحوا كلهم في 60 70 داهية كده. وبيقفل الخط بعدها، ونشوف بعدها إيريك وشيلي على كورنيش الغرام، وتحاول تعترف له باللي حصل لكنها مش بتقدر، ويقول لها ما تشيليش هم الحاجة يا حبيبتي واحنا مع بعض، وكلام في كلاشيه الحب وكده يعني. ولو وصلت لحد هنا انزل اعمل اشتراك بسرعة علشان تعرف هيحصل ايه بعد كده. ونشوف بعدها إيريك وشيلي في ديسكو، وساعتها بيروح صاحبها اللي كان معاهم في الفيديو اللي اسمه دوم، ويبدأ يقول لها انهم لازم يمشوا من المكان، فتقول له استنى لازم اخد إيريك معايا. وبالفعل بيطلعوا بره وبيروحوا بيت إيريك، ولما بيوصلوا لبيت إيريك بيبدأ إيريك يقفل الباب وراه، ولكنه بيتفاجئ بالعصابة وما بيخنقوا شيلي بكيس بلاستيك. ولما بيحاول يدافع عنها بيتخنق جنبها هو كمان، ويموت حبهم معاهم. لكن انا وعدتك يا صديقي مشترك للقناة ان الفيلم مش هيخلص كده والسلام، لاننا بنشوف وقتها إيريك وهو بيحاول ينقذ شيلي في بحر بيكون عميق جدا، لكنها بتختفي فجأة واحدة. ولما بيطلع بيتفاجئ بنفسه في مكان غريب كده، وهناك بيشوف راجل كده وكروه بيبص له وبيضحك. ولما إيريك بيقول له ايه المكان ده، بيرد عليه ويقول له انت فاكر انهم لما يقتلوك هتوصل لمكان احسن من ده؟ فيقول له إيريك يقتلوا مين يا عم، ما تمسك العقل كده. فيرد عليه ويقول له ان في ناس بتعتقد انهم لما بيموتوا والغراب بياخد روحهم لارض الموت، ولكن في بعض الاوقات يعني بيحصل حاجات اسوأ من دي بكتير. فيقول له إيريك انت بتتكلم على ايه؟ فبيرد عليه وبيقول له الغراب ده يوجهك لتصحيح الامور الغلط. ولكن إيريك بيرد عليه وبيقول له يا عم ده انت شكلك كبرت وخرفت. ومره واحده بيقف قدامه الراجل ده ويقول له طب يلا عشان تصحى من النوم، ويبدأ يزقه. فبيصحى إيريك مره تانية، وبنعرف ساعتها انه بالفعل حياته انتهت، ولكنه بينزل عشان يرجع للحياة مرة تانية، وده علشان ينتقم لحبيبته من اللي قتلوها ويغير الاخطاء اللي حصلت. ودي حاجة شبيهة بآلة الزمن كده، بس تقريبا بتبقى عايزة حجر. ولما بيصحى إيريك بيشوف واحد بيتكلم في التليفون، وبنعرف انه جاي يدور على تليفون شيلي علشان يمسح الفيديو. وساعتها بيهجم عليه إيريك بالسكينة لكنه بيفشل في قتله. ووقت المعركة بياخد إيريك بالسكينة في بطنه، وبيقتل بالفعل الراجل ده في النهاية. ولكن بيشوف إيريك جسمه وبيلاقي إن كل الخبطات ما بتأثرش فيه، وإن جسمه بيرجع يتعافى مرة تانية. بعدها بيمشي إيريك في الشارع ويشوف غراب، ويبدأ يمشي ورا الغراب ده وياخد الغراب لمكان. ويشوف ساعتها إيريك شيلي وهي بتحاول ترمي نفسها في المية، ولما بيحاول ينقذها بيفشل.
بعدها بيلاقي نفسه في نفس المكان اللي وقع فيه عند الراجل الطيب ده، وبيسأله إيريك ويقول له هي ماتت، وبيرد عليه ويقول له كلنا ميتين. وبيسأله وبيقول له اشمعنى انا جيت هنا وشيلي لأ، فيرد عليه ويقول له لأنها عملت بلاوي زرقاء وعلشان كده هي مش موجودة هنا دلوقتي. فبيقول له إن اللي قتله المفروض ما يكونش موجود في العالم بتاعه، وإن الناس دي مجرد ناس مش حقيقية، وإنهم عملوا صفقة مع الشيطان علشان الحياة الأبدية، وعلشان كده بيجمعوا أكبر عدد من الأبرياء ويقتلوهم. فبيديله الراجل ده فرصة تانية علشان يقتلهم كلهم، وبيأكد عليه وبيقول له إنه لو قتلهم هيقدروا يستعيدوا حياتهم مرة تانية هو وحبيبته. ولكن بيقول له إيريك إن وقت ضرب النار عليه ما ماتش، فيقول له إنه طول ما حبه نقي مش هيحصل له أي حاجة، ويرميه مرة تانية. ونشوفه وهو بيخبط على باب صاحبه شانسي وبيطلب منه إنه يساعده ويحضر له سلاح. ونبدأ نشوف إيريك وهو في المقابر وبيقابل أم شيلي هناك، وبيحاول يتكلم معاها وبيقول لها إنه كان بيحب شيلي، وبيعرفها إنه هيقتلهم كلهم ويقدر يرجعها الحياة مرة تانية. وساعتها بتتعصب الست وبتطلب منه إنه يمشي، وبيروح إيريك لأوضة شيلي وهناك بيلاقيها مخبية شوية صور ليها هي وأصحابها، وبيبقى مع الصور دي كارت مكان كانت بتشتغل فيه شيلي وبيبقى مكتوب عليه روج. وبنشوف إيريك وهو واقف قدام مبنى الشركة دي، وهناك بيشوف الراجل اللي خنقه بالكيس، فبيركب معاه العربية لكن الراجل بيحاول قتله، ولكن الرصاصة بترد فيه علشان تقتله هو. ووقت وجود إيريك في العربية بيشوف ساعتها فينسنت، وبينزل فجأة إيريك علشان يقتل العربة والمساعد بتاعهم وهم في العربية، لكنه بيفشل علشان يتعلق في إزاز العربية من قدام. وقت ما كان بيحاول قتلهم بيبدأ المساعد يفتح الباب ويرميه بره العربية خالص. بعدها بنشوف تريلا وهي بتتفسح على جثة إيريك، ولكن صاحبنا بينفض هدومه ويقوم يكمل مرة تانية. ونشوف الجثة فينسنت وهو رايح لأم شيلي، وساعتها بيفهم منها اللي حصل من ولاد إيريك، وبتقول له إن إيريك لو قتله هيقدر ساعتها يرجع حبيبته مرة تانية للحياة. وساعتها بيوشوش في ودانها هي كمان، وبعد ما بينزل بدقايق بتكون انتحرت وحدفت نفسها من فوق. بعدها بنشوف إيريك وهو بيوقف دوم صاحب شيلي وبيحاول يفهم منه أي حاجة، وبيسيبه لما بيتأكد إنه ملوش دخل باللي حصل. وبيرجع إيريك لبيت شيلي وبيدور على التليفون، ولما بيفتحه بيلاقي الفيديو، وبنشوف ساعتها شيلي وهي بتعزف على البيانو، وبيجي فينسنت علشان يوشوشها في ودانها وتقوم تقتل واحدة من صحابها اللي موجودين في المكان. وقتها إيريك بيضعف وبيضعف معاه حب لشيلي، وساعتها بيروح لصاحبه وبيتكلم معاه. وقتها بيدخل عليهم ناس ويبدأ واحد منهم يضرب صاحبه في نص دماغه بالمسدس. وساعتها بيحاول إيريك يكسب محاولة يعمل أي حاجة، ولكن الراجل التاني بيبدأ يضربه، وساعتها إيريك بيتأثر بالطلقة وبيموت في الحال علشان بعدها يرجع للمكان مرة تانية. وهناك بيقول الراجل إنه اداله فرصة تانية ولكنه ضيعها، وساعتها بيقول له إيريك إن روح قدام روح حبيبته. وقتها بيبدأ ياخد قوة علشان يتنقل بين الزمن ويعرف يشوف كل حاجة حواليه. ونشوف إيريك وهو بيصحى من البانيو مرة تانية، وساعتها يقتل الاتنين اللي موجودين في المكان، ويشوف بعدها رسالة على تليفون العصابة وبيبقى مكتوب فيها إن المهمة فشلت وإنهم قتلوا إيريك. ويبدأ إيريك ياخد سيف موجود في المكان وينطلق بيه. وهناك بنشوف حفلة أوبرا كبيرة قوي وبنعرف إنها تبع فينسنت، وتبدأ الناس تاخد مكانها في الحفلة، ومن هنا بتبدأ المدعكة علشان نشوف إيريك بعدها وهو داخل بالسيف بتاعه في المكان ويبدأ يشوط أي حد بيجي في سكته. وطبعا الحفلة بتبقى شغالة في المكان ومحدش حاسس بحد نهائي. وساعتها بنشوف مكالمة من العقربة لفينسنت وتقول له فيها إن إيريك بيخلص على كل الرجالة بتاعتهم، ويبدأ يقول لها فينسنت أنا مالي وبره عني. المهم يعني بنعرف إنه طلع نادل يعني، وقال لها كل واحد يشيل شيلته. ونشوف بعدها الراجل اللي زق إيريك من العربية وهو واقف قدامه، وقبل ما يعمل أي حاجة فيه بيبدأ يطير إيده. بعدها بيبدأ يطير راسه ويدخل بيها للولية الحرباية دي، وهنا بتبدأ تستعطفه وتتكلم معاه، لكنه ما بيهتمش وبيطير رقبتها هي كمان علشان يطلع للمسرح بالرقبتين الحلوين دول ويبدأ يحيي الجمهور بتاع الحفلة. وقتها بيشوف حبيبته شيلي وهي بتضحك، ويطلع إيريك ساعتها على المكان اللي كانوا بيقفوا فيه وبيبدأ يحط لها ورد هي كانت بتحبه.